عمري ما تخيلت راح ندير لاسوب تاع الفلفله، مي راح نديرها. تلاقيت الوصفه عند إلياس كوك وتنجربها ونشوف. درت حبه بصل كبيره، 2 حبات تاع زروديه، شويه تاع كرافس، 3 سنينات تاع ثوم وشويه تاع زعتر. هو دار زعتره مي انا ما كانش عندي، دونك عوضتها بالزعتر وشويه تاع ملح. والملح دارو بعد تقليه مي انا درتو قبل. كي تقلات الخضره زدت شويه تاع فلفل ومرقت بالماء سخون. هاد لاسوب فيها غير الفلفل والملح، هذا مكان. انا توجور نبغي لي سوب خفاف، دونك زيدت شويه الماء بارابور اللي دار هو. اللي يبغيها ثقيله ما يكثرش الماء. تغطوا عليها لمده 30 حتى 40 دقيقه. انا هنايا ما بلعش لا كوكوط، غير غطيت عليها برك. في هذاك الوقت رحت للفلفله اللي كنت درتها في الفور وغطيت عليها، نقيتها قطعتها وزدتها لاسوب. بعد ما طابت زدت شويه تاع معدنوس وشويه تاع نعناع. حتى انا جاتني بيزاغ النعناع في لاسوب، مي درت كيما دار هو باش نشوف كيفاش يجي لوغو تاعها. ترجعوها للنار لمده 10 دقائق، ابخي تزيدوا كاس تاع لا كريم فريش وترحوا كلشي بالبرا ميكسور، وتعاودوا ترجعوها للنار لمده 5 حتى ل 10 دقائق، وهكا تكون واجده. هاد لاسوب جات بزاف بنينه اي سا شونج بارابور لي سوب اللي موالفين نديروهم. هو قال وعاود بلي الفلفله اللي نديرو بها لازم تكون حلوه وما تكونش مره. انا الفلفله اللي درت بها كانت حلوه وعلى هذه جات بنينه. الا باغيين نجرب لكم وصفات اخرى ونمد لكم رايي فيها، ما تنسوش تدعموني بجيم وكومونتير وتابونيو في لاشين. على بروشين.